جنات، يا لهوي يا بنتي، انا هدلنا اعمل لك كمادات لغايه امتى؟ الحراره مش راضيه تنزل. لا الوضع كده مش هنسكت عليه. حماده حماده، انا ممكن افهم بقى في ايه؟ عماله اقول لك البت تعبانه عايزين نروح نكشف عليها وانت مكبر دماغك في ايه؟ ما فيش حاجه اسمها مكبر دماغي، ولا ينفع اكبر دماغي في عيا البت؟ انت بتهزري؟ لا يابا سامعك والله، وعارف ان البت تعبانه، هاخدها اكشف عليها حاضر. ما انا عارفه انت مش رايح عايزه تروح تكشف على البيت ليه؟ عشان مش معاك فلوس، عماله تصرف في فلوسك يمين وشمال ودلوقتي مش لاقيين فلوس نكشف على البيت. انا قلت لك مليون مره ما اسمعش منك كلمه يمين وشمال دي. يعني ايه بصرف يمين؟ انا بصرف على مين؟ ده اصحابي يا بنتي واهلي، انا صاحب واجب. اسالي عني في البلد يقول لك جوزك اجدع خلق الله. ايه يا بنتي في ايه؟ ما تكلميش كده. وهو حد هينفعك دلوقتي؟ يعني ايه حد هينفعني؟ حد هينفعني. انا عندي اصحابي يسدوا عين الشمس. انت عايزه كام؟ مشكلتك في الفلوس؟ يا عم اللي تتصرف فيه بس نكشف على البيت. مش عايزه مبلغ معين؟ لا اللي اي مبلغ اللي تجيبه بس نكشف على البيت. حاضر يابا، هتكشف على البيت حاضر. ده انا عندي صاحب، ده اجدع صاحب ليا على فكره. ما نشوف. قرري عايزه فلوس زياده ولا انا هقول له 500؟ لا حلوين نعمه ولا عايزه 1000؟ لا حلوين. ماشي. افتح لي السبيكر بقى لو سمحت. ده انت مش مأمناني كمان. هو شغال. ايه يا اخويا؟ اخويا وحبيبي. عامل ايه يا ابو الصحاب؟ تمام والله الحمد لله، انت اخبارك يا حبيبي؟ والله تمام يا اخويا زي العسل والله. بقول عامله معاك ايه؟ والله الدنيا جايه عليها شويه، بنت اخوك تعبانه، عندي البنت تعبانه وكنت عايز اكشف عليها صاحبي والدنيا الف سلامه عليها، الف سلامه عليها، ان شاء الله ربنا يشفيهم بالسلامه يا رب. حبيبي اخويا، حبيبي يا حسن، حبيبي اخويا. بقول لك ايه، عايز 500 جنيه وتجيبهم له وتيجي بسرعه بالله عليك عشان الدنيا بايظه مع اخوك. ايه ده؟ 500 جنيه، هات الفلوس وتعالى. الشبكه يا وش عندك 500 جنيه. الو، عايز 500 جنيه يا حسن. طب يا اسطى عشان انا بس مش فاضي والله، الورشه وكده وبتاع، هرن عليك تاني. مش قلت لك؟ لا مش قلت لي، ما بقول لك الورشه عربيته عطلانه واقف في الورشه. لا ده هو اتاخر عني، وبعدين الشبكه هو كان بره الوسطى نده عليه ولا حاجه، دخل الورشه مفيش شبكه. وبعدين يا ست هقول لك حاجه يا ست، عادي واحد صاحبي فلت، اهلي بقى اللي مني، عندي خالتي انت عارفاها، جمعيات وفلوس مش عارف هتودي الفلوس فين. ثانيه واحده. افتح لي السبيكر بقى. هي دي مستاهله؟ دي خالتي. ماشي ما تفتح السبيكر عادي امي يعني. موصيها عليا. ماشي بتهزري؟ ادي السبيكر. مش عارف انت مش مأمناني ليه؟ خالتي. الو. الو. ايوه خالتي. ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ الحمد لله والله يا خالتي، انت اخبارك ايه؟ الحمد لله والله. زي مراتك وبنتك عامله ايه؟ والله مراتي تمام، بس البيت تعبانه شويه كده يا خالتي. لا الف سلامه ليالها، مالها يا ابني؟ تعبانه شويه، كنت عايز اروح اكشف عليها بالله عليكي، فبصي مش معايا فلوس، كنت عايز 500 جنيه. يا حبيبي يا ابني والله انا ما معايا فلوس امانات لناس والله، بس ما اقدرش اتصرف فيهم يا ابني والله. يا حبيبي يا ابني. ماشي يا خالتي، ماشي يا خالتي. هتعمل ايه كده وطمني. حاضر ماشي يا خالتي، هبقى اطمنك. حاضر ماشي. الف سلامه يا ابني، الف سلامه لبنتك. سلام يا خالتي، سلام. مش قلت لك محدش بينفع حد؟ رنيلي على اخويا بقى كده. اخوكي؟ اه. الو. ايوه يا اخويا ازيك؟ الحمد لله، ازيك يا هشام؟ عامل ايه اخبارك؟ الحمد لله يا اخويا كويس. تمام كويسين يعني؟ الحمد لله يا اخويا، بس والنبي يا اخويا كنت عايزه اطلب منك طلب. ايه اموري؟ البت جنات بنتي تعبانه. طب انا مالها يا بنتي؟ ايه يعني؟ السخونيه يا اخويا ما بتنزلش والله وتعبانه خالص. لا بقى كده انا هجيلك بقى. طب معلش يا اخويا والنبي هطلب منك طلب، وانت جاي تجيب لي معاك 500 جنيه. يا بنت انا مش سامعك، انت عارفه ان مفيش شبكه هنا في الشغل اصلا. الو يا اخويا. يا بنت انا مش سامعك. الو. انت سامعني كده؟ مش قلت لك لو كنت عملت حساب الزمن ما كناش اتحطينا في موقف زي دوت. عماله تصرف فلوسك هنا وهنا، ما عملتش حساب ظروف زي كده بنتك تتعب، نلاقي فلوس نكشف عليها. عارفه انا كل اللي مزعلني ايه؟ ايه؟ ان انا ماشي في البلد عمال اقف جنب ده عشان في الاخر الناس تقول عليا جدع.
قالوا جدع، بس في الاخر لبست، خدت على قفايا اقسم بالله. انا عمري في حياتي ما كنت اتخيل الناس دي تعاملني كده. انا كنت لما بعرف ان واحد صاحب ابوه في المستشفى كنت ببقى هناك قبله. انا كنت لما بعرف ان في جنازه في البلد بجري عشان اكون اشيل مع الناس اللي بتشيل. انا كان لما بيبقى في عزا كنت اول واحد بيبقى واقف على باب المضيافه باخد العزا، بقول لاخواتي واهلي والناس اللي مني. يوم يعملوا معايا كده هو قالها لي. الله يرحمك يابا. يا سهام يا سهام. نعم يا بابا. شوية مية يا بنتي. حاضر يا بابا. اتفضل يا بابا. ماشي يا بنتي. تشرب من مية زمزم يا بنتي. ربنا يخليك لينا يا بابا. يا طيبة يا بنت الوصول. يوسف فين يا بنتي؟ قاعد بره اهو يا بابا. ندوري بسرعة يا بنتي، ندوري كلم ابوه. حاضر يا بابا من انا عايزك عينيا. بسرعة. ربنا يبارك لك يا بنتي. ربنا يطعمك ما يحرمك يا بنتي. خليكوا لبعض يا رب. ربنا يبارك لك يا بنتي. ايه يابا؟ ايه يا ابني؟ خير يا حاج؟ عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله خير. خير يا حبيبي الحمد لله. انا خلاص يا ابني حاسس نفسي اني بودع الدنيا يا ابني. عمرك طويل يابا. يا عم الحمد لله دنيا وعايشين يا ابني، قطر وماشيين فيه. تيجي محطة الواحد بينزل وانا حاسس ان محطتي قربت. بس عايز اوصيك وصية يا ابني قبل ما قابل وجه كريم يا ابني. ايه يابا؟ اول حاجة حافظ على مراتك طيبة وزوجك صالحة يا ابني، هتقف جنبك وهتسندك في الدنيا يا حبيبي. تاني حاجة يا ابني عايزك تحافظ على نفسك وتحافظ على قرشك. محدش بينفع حد يا ابني في اليومين دول. حب الناس يا ابني بس مش على حساب مصلحتك. اقف جنب الناس بس مش على حساب مصلحتك. اللي هتخدمه النهارده يا ابني وهتقف جنبه بكره هتعوزه مش هتلاقيه. محدش بينفع حد يا ابني، محدش بينفع حد خالص. لا خالك هينفعك ولا عمك هينفعك ولا حد هينفعك. مفيش غير دراعك يا ابني، دراعك اللي انت ورجلك الوقفة اللي انت واقف عليها. طول ما صحتك فيك وانت بصحتك يا ابني ما يهمكش اي حاجة يا ابني. واعمل حساب الزمن يا ابني. عمرك طويل يابا. حافظ على قرشك يا ابني وحافظ على بيتك ومراتك يا ابني. ربنا يخليها لك. مراتك بنت اصول وطيبة يا ابني، حافظ عليها وعلى بيتك. عمرك طويل يابا. هخلف ان شاء الله باذن الله 1 و2 وانت هتجوزهم. ربنا يبارك لك. تعال في حضني يا ابني يا حبيبي. حماده. ايه يابا سرحت في ايه؟ سرحت في ايه؟ سرحت في الدنيا. سرحت في الدنيا يا صاحبي. الناس اللي هنا يا جدعان اللي معانا على الصفحه، الناس المحترمين المتدينين ممكن يكونوا يعرفوا اكتر مني. هو احنا عشان نخش الجنه في الاخره لازم نتسحل في الدنيا؟ لازم نموت؟ لازم يطلع عينينا؟ ولا ممكن عادي نلاقي ناس تتعاشر وناس ياخدوا خيرنا ويدونا خيرهم والدنيا تمشي وفي الاخر برضه نموت ربنا راضي عننا ونخش الجنه؟ لازم حاجه من الاثنين. يعني انا عشان اخش الجنه في الاخره لازم يتقلب كرامتي في الدنيا؟ تدي جدعانه تاخد غباوه، تدي قلب طيب تاخد لسان زفر، تدي لسان حلو تاخد على قفاك. بص يا صاحبي ما تتعشمش عشان قفاك ما يعلمش، هيعلم والله العظيم، هيعلم وهيعلم جامد. بص حب الناس، حب الناس بس مش اكتر من نفسك، مش على حساب نفسك. جامل الناس بس مش على حساب بيتك. النهارده الاخ ممكن يرمي اخوه من الدور الثالث عشان 2 جنيه. مش مصدق؟ خد من اخوك فلوس سلف وموت عليها ما تديهملوش. فاول مشكله بينك وبينه هتلاقي مراته هي اللي واقفه قدام اخوك تطالبك انت عندك كذا، واخوك سامع وساكت. عايزه تخسر اختك، عايزه تخلي اختك تخسرك. لما يكون عندها مناسبه ابنها ناجح روحي، لما انت يكون ابنك ناجح خلاها هي تجيلك تديكي 100 جنيه. ولما ابنها هي ينجح روح اديها 50 بس، هتطالبك في ال50 الباقي. انا عامله معاك واجب مداكي 100 تديني 50 ازاي؟ انت بتقل مني، عليكي 50 عايزاه. كل ما تدي خير كل ما تاخد غباوه. مش عارف تجري تعرف ان واحد صاحبك والده في المستشفى تجري تبقى هناك قبله، ويوم ما يكون عندك ظرف قلق في الشغل ابقى طمني. جارتك هي جارتك حبيبتك، طول ما في اطباق رايحه جايه
طول ما هات شويه ملح شويه سمنه شويه زيت وانت تديها زي الهطله، هي حبيبتك والمصلحه ماشيه. لو سبت بيتك ورحت بيت ايجار او شقه ايجار هتلاقي كل العماره او كل الشارع حبايبك كلهم، كل واحد جاي بطبق وجاي يشوف انت ايه ظروفك، مسنود في مصلحه، لو ما فيش والله ما حد هيعبرك. بص ما تتعشمش عشان قفاك ما يعلمش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.